كثير من الأحبة يتساءل ويسألنا دائما: هل الذي اغترب عن وطنه وترك وطنه مضطرا أو ضاقت به الحياة في الوطن الذي ولد فيه وعاش فيه، ثم خرج مغتربا عن هذا الوطن من أجل لقمة عيش أبنائه وبناته، ما الحكم في ذلك؟ وهل يؤجر الإنسان على ذلك أنه سعى لأجل عياله أو أبويه أو أهله أو أولاده؟ روى الإمام الطبراني رحمه الله عن كعب رضي الله عنه أن رجل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرأى الصحابة من جلده وهمته ونشاطه في العمل، كان يعمل في مهنة أو ما شابه، يعمل ويجتهد في العمل من أجل عياله. فنظر الصحابة ثم قالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو أنه استغل هذه الطاقة وهذه الهمة في سبيل الله، مثلا في الجهاد في القتال في سبيل الله. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن كان خرج من أجل ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أن يعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فهذا الحديث أيها الأحباب فيه بشرى للمغتربين. ومن نقصد بالمغتربين؟ لا نقصد بالمغترب الذي هاجر من وطنه من أجل الدنيا أو من أجل المال أو من أجل النساء، فغربته حرام. أما الذي خرج عن أرضه مغتربا من أجل عيال ينتظرون لقمة العيش، فليعلم إذا كانت هذه نيته فهو في سبيل الله. من يعمل في الليل في الغربة، من يشقى في الليل وفي النهار ويعرق في وهج السماء والشمس من أجل عياله وقوت عياله أو أبويه، فليعلم أنه في سبيل الله. ولهذا أيها الأحباب قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، يعني اتعب فإن لذيذ العيش في التعب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. أيها الأحباب، في هذه الغربة التي تعيشونها، وأختم، لا بد للمؤمنين، لا بد للمسلمين، لا بد للمغتربين أن يكونوا جسدا واحدا، أن يكونوا جسدا واحدا، وأن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وألا نتفرق، وألا يغش الأخ أخاه، وألا يكذب الأخ على قريبه. والمشاكل والمصائب التي نسمعها بين كثير من المغتربين عن الغش والحقد والكذب والسرقات والنصب، والله يا أيها الأحباب إنها تبكي القلب وتذرف لها العين دما بدل الدم. لا بد يا أحباب أن نتقي الله في غربتنا، وكما قيل: يا غريب كن أديب، وكما قيل: يا غريب كن أديب. واعلم أيها المغترب أنك تنقل عنك صورتين: صورة عن وطنك وصورة عن دينك. تنقل صورتين، أنت في وطنك قد تمثل نفسك في وطنك، لا قبيلتك وعائلتك، لكن في وطن غيرك أنت تمثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها. فإذا أسأت فأنت أسأت للدين، سيشار على الدين بالبنان وليس عليك، سيشار على الإسلام بالبنان وليس عليك. وحينما تخطئ في بلد غير بلدك، تكذب أو تسرق في بلد غير بلدك،
تغش في بلد غير بلدك فإنه سيساء إلى البلد التي أنت تنتمي فيه، وستأتي هذه الصورة ليس عليك وإنما سيشار على كل من ينتمي إلى هذا البلد. وإذا قيل عن هذا الرجل أنه من بلد فلان أو من دولة فلان أو من قبيلة فلان سيساء إليه وإن كان طيبا، سيساء إليه وإن كان عفيف اليد والنفس، لأن غيره أذنب. فيا أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في غيركم من الناس، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أوطانكم وسمعتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يقينا شر العيوب، إنه علام الغيوب.